بسم الله الرحمن الرحيم. أنا محمد غالب. أنا دكتور قلب، أخصائي قلب في معهد البحوث، ومعايا ماجستير أمراض قلب وماجستير إدارة مستشفيات من جامعة أرمسترونج في أمريكا، وأخدت دبلوم إدارة مستشفيات من الجامعة الأمريكية في 2009-2010. الحقيقة النهاردة أنا عايز أتكلم على الشيفت اللي حصل في حياتي بعد ما اتخرجت من الكلية، وبعد كده قررت ان انا ادرس حاجة ليها علاقة بإدارة المستشفيات. انا دفعة 2005، خدت سنة الامتياز من 2006 ل 2007، وبعد كده بدأت فترة النيابة بتاعتي كانت في القصر العيني في قسم القلب. فالتجربة اللي حصلت معايا في أول أسبوع أو أول أسبوعين من النيابة بتاعتي، إن أنا كنت نبطش في يوم وجالي تليفون من التمريض في الطوارئ، وقالت لي في عيان عنده مشكلة في القلب وعنده ألم جامد في صدره، ممكن تيجي تبص عليه. فنزلت بسرعة وشفت عيان في الطوارئ، لقيت العيان عنده ألم فظيع وماسك صدره، فغالبا كان العيان عنده جلطة أو ذبحة صدرية. فكان الخطوة اللي بعد كده المفروض العيان يروح يعمل رسم قلب. فكانت المشكلة إن جهاز رسم القلب في الأوضة اللي بعدينا، مش في نفس الأوضة اللي اكتشفت فيها العيان. فكان العيان لازم يروح من المكان اللي هو فيه للمكان بتاع رسم القلب، بس العيان كان قلبه ضعيف ما استحملش، كان عضلة القلب تعبانة ما استحملش ان هو يتحرك من الأوضة ديت للأوضة اللي فيها جهاز رسم القلب. فالعيان مات في النص بسبب ان جهاز رسم القلب موجود في الأوضة التانية، أو بمعنى أصح مفيش كرسي متحركين العيان من الأوضة دي للأوضة التانية. فدي كانت علامة من علامات أو عرض من أعراض فشل النظام او الهيلث كير سيستم اللي موجود. فوقتها قررت ان لازم اخد خطوه مختلفه. احنا ما اتعلمناش في كليه الطب يعني ايه اداره مستشفيات، وللاسف الشديد اغلب الدكاتره اللي موجودين هم اللي بيجيلهم المستشفيات. يعني اغلب مديرين المستشفيات في مصر كلهم دكاتره، والدكاتره ما عندهمش اي باك جراوند عن الاداره. كل اللي عندهم يمكن شويه خبرات من الناس اللي اكتسبوها، لكن ما يعرفوش هل ده البيست براكتس او دي حاجه الايديال المفروض تطبق ولا لا. وقتها في 2007 2008 قررت ان انا اروح الجامعه الامريكيه، وكان في هما بيقدموا دبلومه اسمها دبلومه اداره المستشفيات. الدبلومه دي كانت مدتها سنتين. كانت اول حاجه عملوا لي بري بليسمنت تيست انجليزي، وبعد كده قالوا لي لازم تكون جايب تقدير جيد تقريبا في الكليه بكالوريوس عشان تبقى ادمتد في البروجرام بتاعهم. وقدمت تقريبا في فول سمستر. هو كان عنده وقتها كان في ترمين، ترم الصيفي، الترم اللي هو الفول، والترم التاني اللي هو السبرينج، الترم الاول والترم التاني. وبدات الدراسه كانت ممتعه جدا. فكان الدبلومه بتاع اداره المستشفيات في الجامعه الامريكيه دي مدتها سنتين. انا قررت ان ادفعهم معايا. كانت كورس هي كلفتني حوالي 15,000 او 14,000. تكلفة الكورس دوت انا كنت انترست جدا ان ادرس البروجرام ده، مش عشان حاجة اكتر من انا عايز اعمل حاجة وعايز اغير في المكان اللي انا فيه او في المستشفى اللي انا فيها. درست البروجرام. بعد كل كورس كنت باخده، هي كانت 7 كورسات، بعد كل كورس كنت باخده انترست ان انا اطبق اللي فيه، بس كنت بواجه صعوبات جدا كبيرة ان انا اطبق الكلام النظري اللي كنت بدرسه في البروجرام دوت. البروجرام ده هايل، بس ينقصه حاجة صغيرة قوي، ان محتاجين نشوف اماكن بتطبق الادارة بشكل صحيح. لو خدت الكلام من الكتب عشان تطبقه مره واحده في المستشفيات او في الاداره في مصر صعب قوي. لازم تشوف اولا الدنيا بتطبق ازاي في اماكن كويسه، وبعد كده لان في حاجات كتيره بره الكتب مش موجوده في الكتب. يعني مرت الايام وخلصت الدبلومه، وحاولت اطبق وحاولت اغير في المكان اللي انا فيه، وكنت ماسك في لجنه، عملنا لجنه اسمها كواليتي كوميتي في المعهد، بحيث ان احنا نحسن الاداء اللي موجود. فالجزء بتاع حاولت اغير وحاولت اصلح، حاولت اساعد ان الدنيا تتصلح شويه. كان هدف ان احنا نغير ونحاول نقدم خدمه صحيه كويسه، خصوصا ان انا عايش في مصر واهلي عايشين في مصر. واتمنى ان لو حد من اهلي، حد من ولادي، حد من اخواتي، حد من صحابي تعب، ان يلاقي خدمه صحيه كويسه في مصر. ده كان كل الكونسبت اللي موجود في دماغي. فاشتغلت بعد ما خلصت في 2010 الدبلومه بتاعت اداره المستشفيات. حاولت اساعد بيها، اغير بيها في الشغل في المعهد بتاعي. اشتغلت في
في مركز طبي، بحيث ان المركز الطبي ده في فيصل هنا حاولنا ان احنا نحسن الاداء اللي بيتقدموا للعيانين. ومرت الايام وخلصت ماجستير الطب بتاعي، وكملت في الكارير بتاعي كدكتور، وحاولت من خلالها كدكتور كدكتور قلب او اخصائي قلب ان انا احاول من ناحيه تانية ان انا اساعد في تحسين الاداء الاداري اللي موجود في المكان اللي انا فيه. وفي 2013 كان في بعثه من البعثات، اعلان للبعثات تبع برنامج اسمه المبادره الامريكيه، بعثات للمصريين يدرسوا في امريكا. فقدمت في البعثه ديت عن طريق المعهد اللي انا فيه، لان المعهد تبع وزاره البحث العلمي والتعليم العالي. القصه بدات ان المعهد جاله ورقه من وزاره التعليم العالي والبحث العلمي ان هم يكتبوا بروبوزل. البروبوزل دوت ان هم يقولوا هم عاوزين كام بعثه عشان البرفورمانس بتاع المعهد يتحسن. وكانت البعثات اللي موجوده في الاداره، فكانت حاجه حمستني وحفزتني جامد ان احنا نكتب البروبوزل دوت. انا وكذا واحد كتبنا البروبوزل اللي احنا عايزينه، اللي يفيت مع المعهد ويناسب المعهد وقتها. ورئيس المعهد الوقت ده كان سبورتيف، ومضى البروبوزل وبعتناه للبعثات، وطلبنا وقتها تقريبا بعثتين، واحده في الهيومن ريسورسز والثانيه في اداره المستشفيات. رجعوا وافقوا، وزاره التعليم العالي وافقت وودت بعثتين، واحده اداره المستشفيات واحده هيومن ريسورسز للمعهد. كان في متقدمين وعملوا مسابقه صغيره جوه المعهد للناس اللي في المعهد مين عايز يقدم على البعثتين. قدمت انا وكذا واحد وعمل معانا انترفيوهات وتم ترشيحي انا ودكتور تاني. وبدات في الخطوات الاداريه بقى، اللي انا موافقه المعهد ان هو يبعت ورقه ترشيح او جواب الترشيح لوزاره التعليم العالي ان انا ترشحت للبعثه ديت، وفعلا تمت. وعشان تطلع البعثه في امريكا بقى المطلوب ان انت تدور على جامعه وتجيب الابروفال او تجيب الاكسبتنس من الجامعه اللي هناك. كل الدور اللي بيقوم بيه اداره البعثات في مصر انها بتديك الفلوس اللي هتساعدك انك تاخد البعثه ديت، لكن هم ما بيدورلكش على جامعه، هم كل اللي بيعملوه بيدوك الفند اللازم للدراسه. انت اللي بتدور على الجامعه وانت اللي بتفلفل الريكوايرمنت بتاع الجامعه اللي هم الحاجات اللي هم محتاجينها. كانت اغلب البروجرامز اللي موجوده في امريكا كانت نوعين، نوع اسمه MBA ونوع تاني اسمه ماجستير اداره مستشفيات ماستر هيلث ادمنستريشن. لما بصيت على الاثنين، MBA هو البروجرام دوت عباره عن اغلبهم كلهم سنتين. MBA بروجرام نظري اكتر، ما فيهوش جزء عملي، جنرال اكتر، ريليتد اكتر للبيزنس ادمنستريشن، مش سبيشالايز في الهيلث ادمنستريشن. فلقيت البروجرامز بتاعت هيلث ادمنستريشن بتوفر انترنشيب او جزء فيه براكتس، انك تروح مستشفى تشوف الشغل اللي هم بيعملوه، بيطبقوا الجزء النظري او الجزء الاداري ازاي. ودي كانت الحاجه اللي كنت انا مفتقدها بعد ما خلصت الدبلومه. فكان التارجت بتاعي ان انا اروح مكان او جامعه، اختار جامعه انها بتوفر انترنشيب او بتوفر جزء عملي. ومن ضمن الجامعات ديت لقيت جامعه اسمها ارمسترونج، الجامعه دي في جورجيا. وكان الهدف ان ادور على جامعه انا عندي نقطه ان انا بدور على جامعه اكريديتد يعني معترف بيها. النقطه الثانيه تكون الجامعه ديت بتدي جزء تريننج في المستشفى. الحاجه الثالثه وزن البادجت ببعثه البعثه. وزن البادجت اللي كانت 30,000 في السنه، ما تزيدش عن $30,000 في السنه، ده الفند للبروجرام. فالحمد لله لقيت البروجرام بتاع ارمسترونج دوت في ولايه جورجيا. هي الجامعه مش كبيره قوي، بس الجامعه اكريديتد وليهم الاكريديتيشن بتاع الجامعه حاجه، دي جامعه حكوميه في جورجيا، بس في اكريديتيشن للبروجرامز. يعني في اغلب الجامعات الحكوميه في امريكا اكريديتد معترف بيها على مستوى البورد ريجنز والاكريديتيشن بتاع الولايه. لكن البروجرام اكريديتيشن مش كل الجامعات عندها بروجرام اكريديتد اللي هو معترف كبروجرام، اللي هو ناشونال على مستوى امريكا كلها، معترف ان البروجرام بتاع هيلث ادمنستريشن لو اتدرس بالشكل الفلاني او ستراكشر بالشكل الفلاني بيديله اكريديتيشن للبروجرام بتاع هيلث ادمنستريشن. فده كان التارجت بتاعي، وكان ده موجود بوضوح على الويب سايت، انك تعرف ان البروجرام ده اكريديتد ولا مش اكريديتد. دي من ضمن الحاجات المهمه لما تيجي تدور على البروجرام. الحاجه الثانيه ان البروجرام ده وزن البادجت ولا لا. الحاجه الثالثه ان هو بيوفر فتره تريننج او انترنشيب ولا ما بيوفرهاش. دول كانت الثلاث حاجات اللي كنت بدور بيهم.
ولقيت البروجرام بتاع ارمسترونج دوت فولفيلنج الثلاث حاجات اللي انا كنت بدور عليهم. بعد كده قدمت، قلت لهم بعد كده قدمت قدمت ورقي. كانوا طالبين حاجتين، الجيمات والتويفل. التويفل هو الاي بي تي تويفل دوت امتحان كمبيوتر بيزد تويفل، وده مش هخش في ديتيلز كتير، بس هو كان هو بتاخد تريننج عليه، اغلب المصريين بيعدوا فيه بس محتاجين كورس. بيتاخد في اماكن كتيره من ضمنها الاميد ايست اللي انا ده خدت فيه الكورس دوت، وخدت الكورس بتاع الجيمات، الجزء بتاع الماس والجزء بتاع الانجليش. هو الجيمات ده امتحان عباره عن ماس وانجليش الاثنين مع بعض في برضه كمبيوتر بيز. الاثنين دول الريكوايرمنت اللي بيفضلوا بيهم بين المتقدمين في الجامعات في امريكا، خصوصا في الماجستير، في ليفل الماجستير والدكتوراه. ف الجيمات من الحاجات اللي مش لذيذه للمصريين، لان فيها ماس، واحنا بقى بره الماس والانجليش اللي هو الفلسفي دوت من سنين، اخر مره شفناه في الجامعه يمكن في اولى او في ثانيه. بس لما خدت الكورسات ديت قدمت. الحاجه اللي ساعدتني ان انا اجيب الاكسبتنس مش بس السكور بتاع الجيمات، لكن ان انا دكتور. هم في امريكا بيقدروا قوي ان انت دكتور او معاك شهاده. دي بتفرق معاهم قوي في الاكسبتنس. هم هناك بيبصوا للدكتور بنظره مختلفه غير اللي احنا بنبص بيها. بيبصوا للدكتور ان هو اتعلم تعليم، يعني متعلم بزياده شويه، فممكن يويف الجيمات او السكور بتاع الجيمات، او يأكسبت ليفل مش عالي قوي في الجيمات لو انت معاك شهاده عاليه، او لو انت معاك ماجستير برضه ممكن يشيلوا الجيمات منك. يعني في بعض الكونديشنز اللي بيويف فيها الجيمات. الحاجة التانية التويفل ما فيهوش مشكلة كبيرة، بس التويفل لو انت دارس في جامعة بالانجليزي، خريج جامعة AUC او خريج جامعة اي جامعة بتدرس بلغة اجنبية لمدة 2 أو 3 سنين، يقدر يويف برضو التويفل. ودول الحاجتين اللي بيقابلوا الناس، او يعتبر من العقبات اللي بتقابل الناس عشان تجاه الاكسبتنس في الجامعات الكبيرة. كل جامعة بتحدد السكور بتاعها اللي هم عاوزينه في الجيمات وفي الاي بي تي او في التويفل اي بي تي. بعد كده بتجيب الاكسبتنس. كل دوت بيتم اونلاين، بيتم الابلكيشن اونلاين، $30 $40. وبعد ما بتملى الابلكيشن وبتسبمت الريكوايرمنت، الورق اللي هم عايزينه، بيطلبوا ريفرنس، بيطلبوا ليترز اوف ريكومنديشنز، وبيطلبوا السكورز بتاعت الجيمات والتويفل. بعديها طلبوا فيريفيكيشن للشهادات. الفيريفيكيشن بتاع الشهادات دوت عن طريق اونلاين برضو. بتبعت كل ورقك وكل شهاداتك لمكان معين في امريكا. في كذا مكان بيوفر الخدمه ديت، كل جامعه بتقول لك محتاجه ده ولا مش محتاجاه. دفعت حوالي $260 او $300 عشان اعمل فيريفيكيشن للشهادات بتاعتي. دي بتاخد لها 3-4 اسابيع. بعد كده بيتبعت دايركتلي من الفيريفيكيشن اوفيس دوت للجامعه دايركتلي. وبعد كده الجامعه بتاخد بقى كل الورق دوت بتاعك، وبياخدوا ديسيجن ان هم يدوك الاكسبتنس ولا لا. فبعديها الحمد لله الورق بتاعي كان فولفيلد. بس كان في نقطه في الجامعه ان هم قالوا لي من ضمن الشروط ان يكون عندك اكسبيرينس 5 سنين او اقل، 4-5 سنين في الاداره او في الهيلث كير سيستم. فانا كان عندي خبره لان انا خريج من 2005 لحد 2013، فده يعتبر فتره كبيره. بس الامريكان بقى ايه، الراجل الظاهر بتاع البروجرام دايركتور ما كانش حابب قوي القصه ديت، فقال لي انا عايزك يكون عندك اكسبيرينس بس جوه امريكا. فوقتها حتى انا بعت فاكس وقلت له ده معناه ان هتبقى في تفرقه بين الناس وبعضيها، يعني كده مش هتاخد ناس انترناشونال خالص، كل الناس اللي عايزهم من جوه امريكا يعني. فعدت الايام ومرت، الاسبوع الثاني بعتوا لي الفاينل اكسبتنس الحمد لله. وبعد كده خدت الاكسبتنس ليتر دوت وبعته للبعثات، والبعثات بعتت جواب اسمه فاينانشال سبورت ليتر. ده جواب بتقول فيه البعثات ان احنا بنسبورت الكانديديت الفلاني بالمبلغ الفلاني لمده قد ايه. وبعد كده بيطلع لك بتاخد الورق بقى، في ورقه اسمها DS 2019. الدي اس 2019 ديت ورقه بتطلع من الجامعه عشان تاخد J1 فيزا، عشان تطلع على الفيزا دي بقى دي غالبا لو انت طالع تبع البعثات بتطلع على J1 فيزا. لو انت طالع مع نفسك من غير يعني جبت فند من اي حته وهتطلع تبع نفسك هتقدم على F1 فيزا.
فالاف 1 فيزا الميزه بتاعتها ان انت تقدر تكمل مع نفسك بعد كده لو عايز تكمل في امريكا، لكن الجي 1 لازم ترجع بعد ما تخلص البروجرام. ده الفرق اللي بين جي 1 واف 1. الجي 1 ديت اللي هو بتبقى فيه بروتوكولات ثقافيه بين الدول وبعضيها، وبتطلع انت عن طريق البروتوكولات الثقافيه بين الدول عن طريق جي 1 فيزا. ولو انت طلعت جي 1 فيزا يبقى مراتك وولادك هيطلعوا جي 2 فيزا، ونفس الكلام لو انت اف 1 فيزا ولادك ومراتك هيطلعوا اف 2 فيزا. الاثنين فيزا دراسه. جي 1 فيزا بتتطلب ورقه اللي هي دي اس 2019 اللي بتطلع من الجامعه. بتاخد الورقه دي بيبعتها لك بفيديكس او باي بريد، بتجي لك على البيت، بتروح بيها البعثات. بتروح تحدد ميعاد انترفيو في السفاره. غالبا ميعاد الانترفيو في السفاره بياخد له اسبوع ماكسيموم للجي 1 والاف 1 ما بيطولوش. فبعد ما بتاخد الدي اس 2019 ديت بتتصل برقم تقريبا فودافون، مش فاكر الرقم بس ممكن تجيب الرقم من الدليل او رقم السفاره الامريكيه في القاهره. هم ليهم فرعين، فرع في القاهره وفرع في اسكندريه. بتكلم الرقم دوت فودافون، بتقول لهم ده الدي اس بتاعي معايا وده السيفيس نمبر، في رقم كده اسمه سيفيس نمبر موجود في الدي اس. قلت لهم ده السيفيس نمبر وعايز احدد ميعاد الانترفيو عشان اعمل التاشيره. معاك بقى الفيزا قبل كده بي 1 بي 2 دي مالهاش علاقه، الفيزا السياحه اللي معموله دي لا تغني انك تطلع فيزا جي 1. يعني الفيزا اللي انت طالع عليها فيزا الدراسه، لو انت معاك فيزا بي 1 اللي هي فيزا السياحه صالحه ل5 سنين، ده مش معناه ان انت تقدر تسافر تدرس في امريكا بالبي 1. لازم تطلع جي 1 او اف 1 عشان تدرس في امريكا. فانت هتروح بالدي اس وتقول لهم الرقم دوت جي السيفيس نمبر بتاعي كذا اللي هو موجود على الدي اس. وبعد ما مليت الابلكيشن اونلاين، في ابلكيشن اونلاين بيسموها دي اس 206، دي بتملاها اونلاين، بتعمل سيرش كده ان هي الفيزا ابلكيشن، هتملاها وبتابلود على الابلكيشن ده صورتك 5 في 5. بعد ما تابلود الورقه وبتاخد الورق ده كله، بتاخد بس معاك جواز السفر، وبتاخد معاك اخر ورقه من الابلكيشن، وبتاخد معاك الدي اس، وبتروح السفاره. في الميعاد المحدد ليه قبلها بنص ساعه، قبلها بساعه بيقول لك انت ميعادك الساعه 11 الساعه 12، بتروح قبلها بنص ساعه، بتقف طابور بره، بيعدي واحد كده يراجع الورق بتاعك وانت واقف في الطابور. بعد كده بتخش، ما تاخدش معاك فلاشات، ما تاخدش معاك الفلاشات بتدفع عليها فلوس لو انت عشان تشيلها، لان هم بياخدوا بس الموبايل بتاعك ده اللي يقدروا يحطوه لك في السفاره وتحطه وتشيله في الامانات. الفلاشات والحاجات اللي بتسجل بقى والحاجات التانية دي كلها في واحد تاني بره كده بياخد فلوس عشان يشيل لك الحاجات دي، لان السفاره مش مسؤوله عن الحاجات دي. فالافضل انك ما تجيبهمش معاك. بتخش تقعد مكان لذيذ ومراوح وبتاع، مكان مكيف، في ارقام قدامك بينادوا عليك من ورا ازاز، واحد بيسالك ما تفرقش انت بتعرف تتكلم انجليزي ما بتعرفش تتكلم انجليزي، ممكن تتكلم عربي معاه، هو المفروض ان هو يكلمك بالعربي. هيقول لك انت رايح فين، هتعمل ايه هناك، اشمعنى الجامعه ديت رايحها، هتقعد قد ايه، تشتغل ايه، كلام اسئله عاديه جدا، ما فيش اسئله اكتر من الاسئله العاديه اللي هو عايز يعرف بالظبط انت رايح تعمل ايه. مش هيسالك اسئله دي، ولا ما تروحش بقى تراجع اسئله وتشوف الاسئله الانترفيوهات دي كلها، ما بتفرقش خالص. كل اللي بيفرق معاه ان هو بيدخل كل الداتا بتاعتك والاجابات بتاعتك على السيستم، والسيستم هو بيقول له انك تابروف او تويت او اللي حصل معايا ان انا عشان مش سني مش كبير، وهم كان عندهم وقتها مشاكل في امريكا في قصه الشباب اللي بيروح يفجر في امريكا ويعمل ويسوي، فقالوا لي احنا هنعمل سكيورتي تشيك عليك. هم ما قالوليش طبعا سكيورتي تشيك، قالوا لي حاجه ادمنستريتيف سيرفيس، خدمات اداريه او في هتاخد لها وقت عشان انت مش ما اترفضتش، بس احنا هنعمل شويه تشيك او هتاخد بروسيسنج ادمنستريتيف بروسيسنج تايم. قلت لهم مفيش مشكله، ادوني كده رقم وورقه بيضه كده، ورجعت بجواز السفر بتاعي، وقالوا لي انت تخش على النت على الويب سايت الفلاني وبالرقم دوت شوف، اول ما تلاقي ان انت بقيت كلير، مكتوب كلير، وقتها تبعت جواز السفر بتاعك، هنقول لك ابعته لنا عن طريق فيديكس، مش محتاج تيجي تاني، هتبعته لنا وبتدفع بقى في فيديكس هناك الفلوس رايح جاي، فبتبعت لهم جواز السفر وبيبعتوه لك تاني على البيت. فعملت كده، فضلت مستني 3 اسابيع تقريبا، بتاخد لها 3 اسابيع، ولقيت الكليرنس، فبعت جواز السفر بتاعي عن طريق فيديكس، رجعوه لي تاني بعديها ب4 5 ايام من غير الفيزا، ما حطوليش الفيزا على الجواز. فبعت لهم ايميل قلت لهم الفيزا ما اتحطتش، قالوا لي معلش هنعمل سكيورتي تشيك تاني. فخدت 3 اسابيع تاني، وبعد ال3 اسابيع بعت الجواز السفر تاني بقى،
والمره دي حطوا لي الفيزا، فهم عملوا دبل سكيورتي تشيك عليا، وده بيحصل. فيعني لو هتقدم قبل ما تروح، لو ميعاد السفر بتاعك اتليست قبليها بشهر ونص او 6 اسابيع قبل ما قبل الميعاد اللي المفروض تروح عليه. فلو انت قدامك اسبوعين 3 حاول تاكسلريت البروسيس وتقدم من بدري على الفيزا، عشان بتاخد وقت. حط وقت تقريبا بتاخد 6 اسابيع. في ناس خدت اقل من كده بكتير، وفي ناس خدت اكتر من كده بكتير. في ناس خدت 3 شهور على ما طلعت لهم الفيزا. هي بتختلف من شخص لشخص حسب الحاله وحسب تشابه الاسماء، لو اسمك متشابه مع حد تاني ولا اسمك مختلف عن حد تاني. هي ليهم ما هتقدرش تاكسلريت حتى البروسيس بتاعتهم في البيت. حاولت معاهم اكوميونيكيت اقول لهم ان الدراسه هتبدا. انا كان المفروض هسافر على السمر سيمستر، بس طبعا بدات الفيزا طلعت متاخر، فاجلت السفر بتاعي من السمر للفول سيمستر اللي وراه. كان المفروض هسافر في شهر 5، الفيزا طلعت في شهر 6، فسافرت على الفول اللي هو بدأ في شهر 8. أول ما طلعت الفيزا رحت البعثات تاني وقلت لهم الفيزا معايا. رحت، هم حجزوا لي تذكرة السفر. طبعا عشان مسافر تبع الفند تبع USA، دي البعثة دي تبع المعونة الأمريكية، فكان لازم أسافر على الطيران الأمريكي. حجزوا لي على الطيران الأمريكي. وقتها ما اخترتش الرحله، بس اخترت المطار. يعني تقول لهم المطار، حاول تعرف بالظبط المطار اللي انت هتنزل فيه، لان البعثات بتحاول هم بيخمنوا المطار اللي انت قريب منه، لكن انت لازم تسيرش مع نفسك اقرب مطار الجامعه اللي انت هتبقى فيها فين.